Ce que je peux vous répondre, c'est que la CAF n'a pas encore pris aucune décision contraire à ce qui a été dit, à ce qui a été pris avant que la CAN 2019 seront organisées au Cameroun. تصريح لا يتعدى حدود الدبلوماسية من الملغاشي أحمد، والغرض منها عدم التشويش على الانتخابات الرئاسية في الكاميرون. لكن حسب آخر التسريبات من بيت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كأس إفريقيا 2019 ستغادر الكاميرون رسميا، والقرار النهائي سيكون شهر نوفمبر الداخل. كل المؤشرات توحي بأن النسخة 32 لن تجرى بالكاميرون، ورئيس الكاف قد اقتنع أنه الحل الأمثل، لا سيما وأن البلاد تعيش اضطرابات سياسية في الشمال، كما أن نسبة التأخر في التحضير للنهائيات كبيرة جدا، وسحب التنظيم من الكاميرون سيعد أحسن ضربة من الملغاشي للرئيس السابق عيسى حياتو. على الطرف الآخر يتواجد المغرب في أفضل رواق لاحتضان هذه النهائيات، باعتباره البلد الإفريقي الوحيد الأكثر استعدادا لإنجاح هذه الدورة بنسختها الجديدة، مدعوما بنفوذ فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية داخل دهاليز الكاف. سباق احتضان كان 2019 في حال سحبه من الكاميرون سيتنافس عليه بالإضافة إلى المغرب كل من مصر وجنوب إفريقيا، لكن على ما يبدو أن الجزائر خارج حسابات أحمد، رغم الأسطوانة المشروخة للمسؤولين الرياضيين في البلاد حول قدرتنا في تنظيم النهائيات، لكن الواقع أثبت أن الجزائر لازالت بعيدة كل البعد عن المستوى القاري.